السلام عليكم ورحمة الله. اللقطة التي أصابت بلماضي بالجنون وأثارت غضب الشعب الجزائري أثناء مباراة الجزائر، لكن قبل البداية اشترك بالقناة واضغط على زر لايك للفيديو ليصلك كل جديد. في الدقيقة 61 مصر قامت بتسجيل هدف التقدم أمام منتخب الجزائر، فقام جمال بلماضي باستبدال اللاعب سعيد بن رحمة فوراً، ولكن ما فعله المدرب الجزائري صدم الجميع. جمال بلماضي انفجر غضباً وانفعالاً في وجه ابن رحمة أثناء خروجه، وقام بمسكه من القميص بطريقة عجيبة جداً وغير لائقة. سعيد بن رحمة لم يفهم ماذا فعل، فكانت هذه ردة فعله. شاركونا في التعليقات وأعطونا رأيكم حول هذه اللقطة الغريبة جداً.